السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، تحية لكم ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو بعد غياب أخوتي، بعد غياب. نعود إلى الفيديوهات كيف ما وعدتكم في هذا الأسبوع هذا على أنه غادي نرجع للفيديوهات. كذلك غادي نبقى في اللايفات وغادي نبقى في المباشر اللي عودتكم دائما عليه. وإن كنت يعني مع الأسف كنتعرضوا بزاف ديال الهجمة ديال أو كنتعرضوا بزاف ديال المضايقات، هجمات يعني متتابعه ومتتاليه على القناه من السينيال ومن ناحيه السينيال. هذا الشيء هذا ما غيتنيناش على اننا نكملوا معكم خوتي وغنخليو لكم المباشر، لانه في الاول وفي الاخر هذاك المباشر كيكون ديالكم انتم المتابعين، باش كتعطيو الراي ديالكم وكنكونوا قرابين منكم وقرابين من الاسئله ديالكم وقرابين حتى من التساؤلات ديالكم. هذا هو المباشر وهذا هو الامتياز ديال المباشر. كذلك كنفتحوا باب المداخلات لكم اخواني اخواتي، لانه كنبقاو نهضروا تيكثر القيل والقال على اننا نقول ما شي حوايج اللي هي ربما كتمثلنا او كتمثل نفسنا حنا كاصحاب قنوات، وهذا خطا كبير. لانه احنا في الاول وفي الاخير كنهضروا على الافكار اللي كتكون مشتركه بيناتنا حنا كمتابعين، او كان مثلا او حنا او كان نحن مسيرين للقنوات. وبالتالي الافكار فهي افكار موحده، عندنا نفس الفكره، عندنا نفس التضامن، عندنا نفس النقد، عندنا نفس اخواني اخواتي. داكشي علاش كنفتحوا لكم المباشر. نتمنى انكم تدعموا جميع القنوات فيما يخص المباشر. اخواني اخواتي، الموضوع ديال المديمي والحكم الثاني خلى واحد الصدمه كبيره، وانا من الناس اللي فاجئني بزاف وفاجئني يعني كثير الحكم بالخصوص، كيف ما فاجئ الجميع. هذه ما غاديش نختلفوا عليها، ولكن من بعد بدات تتبين لنا مجموعه من المعطيات اللي بدينا نكتشفوها. على اي هي كانت عندنا ومعروفه من قديم فيما يعرف او فيما يخص حمزه مونبيبي، ولكن فيما يخص المديمي هذه المعطيات هذه بدات كتوضح، واخا انها كبيره وكثيره، ولكن بدات كتوضح بزاف او بدات كتوضح لنا بشكل احسن وبشكل اوضح ان صح التعبير. واخا فيما يخص الهدهد، انا هضرت على الهدهد البارح وعطيته مازال ما كملتش وما غاديش نكمل، وكنظن على المسلسل ديالو هو مسلسل كبير وغادي نبقاو معاه حلقه بحلقه، دائما في اطار النقد البناء وفي اطار اننا كنبحثوا على الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه، الا كنا حنا ابناء الوطن الواحد ومتساوون يعني امام القانون. الا كان شي تفاوت ما بيناتنا وما بين الطبقات، هذا ممكن اننا نسمعوه من عند الناس اللي هما يعني مختصين، والناس اللي هما اهل القانون، او الناس اللي هما معنيين على انهم يوضحوا لنا هذا الامر، يديروا لنا بيان ولا شي حاجه باش يقول لكم ودي راه نتوما ماشي سواسيه. هذوك الناس راهم خاص، هذوك الناس راه عندهم بطائق، عندهم كارت بلونش كيديروا اللي بغاو، ومنهم الهدهد. هذا الهدهد هذا كنظن على انه عنده كارت بلونش. علاش؟ كذلك هذه الحلقه هذه غادي نهضر على هذه المساله ديال كارت بلونش، وغادي نهضر على مساله توريط الدوله مع قضيه المديمي. نتمنى تبقاو معنا اخواني اخواتي. هاد كارت بلونش اللي عند الهدهد بغيت نعرفها انايا. علاش كنطرح هذا التساؤل هذا؟ لانه مجموعه من الناس اللي ربما ناقشوا نقاط مع المحاميين، مجموعه من المستمعين كذلك اللي سمعوا بزاف ديال الهضره، ولكن واحد النقطه بقات دائما تتساءل وكيتسالوها، وانا سمعتها من عند واحد الصديق عزيز، لانه هذا الفيديو هذا كان غيكون عليها بالضبط، ولكن هو سبقني للمناقشه ديالها. شيء جميل جدا. هو فيما يتعلق بمساله انه شكون اللي دخل الهدهد للمحكمه. انا نقول لكم علاش. الهدهد بنهار ما كانش في المحكمه، اكيد ما كانش، كان واحد اخر. تبادلوا الادوار من الستة للفوق. كنعرفوا على انه هيئه الدفاع ولا المحكمه رفعت الجلسه للاستراحه. دونك من رفعت الاستراحه كان ذاك الوقت يعني ما يمكنش شي واحد يدخل، لانه بنهار كانت المحكمه او كانت المحاكمه علنيه، وبالتالي من وصل من ديك الستة ولا السبعة الفوق ما بقاتش علنيه. ما بقاتش علنيه لانه كاينه ظروف، كاينه حظر التجوال فيما يخص الاجراءات اللي مديوره على هذا الوباء هذا، وبالتالي هذا السيد هذا جا حتى العشيه، حتى بدات المرافعات فيما يخص يعني الجلسه او انطلاق الجلسه لما بعد الاستراحه. هذا السيد عاد دخل. هنا علامه الاستفهام اللي كتطرح، شكون اللي خلى داك السيد هذا الهدهد هذا يدخل للمحكمه في ذاك الوقت بالضبط؟ شكون اللي خلاه يدخل؟ حنا كنتسائلوا دابا حنا بدينا كنتسائلوا على هذا السيد هذا اللي يسول ويجول كيف ما بغى في مراكش وفي محاكم مدينه مراكش، كيدير اللي عجبو. ولكن بما اننا كنتسائلوا نهضروا حتى على هذه النقطه هذه. شكون اللي خلى هذا السيد هذا يدخل في هذا الوقت بالضبط، مع انه الجلسه ولا القاعه ديال المحاكمه خاويه فيها غير هيئه الدفاع والمتهم اللي هو الاخ المديمي والام ديالو؟ اشنو كدير انت تما؟
شكون اللي دخلك؟ لك تسالت البارح في اللايف شكون اللي اش كدير انت تم، وعطيتك الجواب علاش انت تم. بغيت نتسائل دابا شكون اللي دخلك اصلا من الباب اخواني اخواتي، لانه المسلسل جايبان برا كيف ما قلت لكم على انه هو الداخل وكاين اللي كيتسنى برا. بغينا نعرفوا شكون اللي دخلوا مع الباب، مع الباب، في حين انه واحد الوقت كانوا بعض الضحايا الزواج ديالهم ما دخلوش ومنعوهم من الدخول في واضحة النهار، بنهار والمحاكمة كاين وما خلوهمش يدخلوا. هذا في الليل والمحكمة كل شيء سالا، يعني بقات غير جلسة من بعد الاستراحة، مع ذلك دخل من الباب، مع ذلك دخل من الباب. واش كاين ما اكثر من هذا التحدي هذا اللي كنهضر عليه انا وكيهضروا عليه الجميع؟ ما كاينش، ما كاينش ما اكثر من هذا التحدي اخواني اخواتي. من يحمي هذا السيد؟ واش هو القانون؟ واش هو الصفة ديالو؟ واش هو الانتماء ديالو الحزبي بانه كينتمي لحزب سياسي؟ واش الانتماء ديالو الحقوقي؟ من يحمي هذا السيد؟ عطيونا فقط جواب، بغينا نعرفوا جواب. وإلا ما كانش الجواب طلقوها لعامة الشعب، خليو الناس يدخلوا هما للمحاكمات يسمعوا مع راساتهم، من حقهم. واخا تكون المحاكمة في 12 الليل خلي بنادم يدخل. ما يمكنش يكون حلال على هذا وحرام على الآخرين. علاش حرام على الآخرين؟ إذا هذا السيد هذا البيبان كانت مفتوحة له في الوجه ديالو، يجي حتى للسبعة وحتى للثمانية الليل ويدخل المحكمة، مع أنه المحكمة كانت علنية بنهار، أما في الليل ما كتبقاش علنية. إذا هذا السيد عنده كارت بلونش إخواني أخواتي، كارت بلونش. هادشي اللي بان لي أنا، هادشي اللي بان لي أنا. إذا السؤال غندورو تانعيا وغنبقاو نسألو من يحمي الهدود. ومن حقي أنني نسول بدون اتهام، لانه الاجراءات اللي كاين دابا واللي مديوره لا قانونيه لا اجراءات صحيه لا حاجه كتمنع التواجد ديال هذا السيد داخل المحكمه، كتمنع حتى انه يوصل للباب ديال المحكمه في ذاك الوقت متاخر من المحاكمه، كتمنعوه بقوه القانون، كتمنعوه. ملي غيوصل للباب يقول له سي محمد سير بحالك، راه كاينه اجراءات الله يرضي عليك، الا جيتي مع الثمانيه اصلا ما خصكش الدور، راه كاينه اجراءات، راه ما خصكش الدور، راه عندنا لا 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 الوقت، وعندنا حظر التجوال او حظر التجول عفوا. اذا اش جاي كدير من هذا الوقت هذا؟ مع ذلك لا، البيبان مفتوحه ودخلت للمحكمه. والاكيد والاخطر كما قلت البارح وكنزيد نقول اليوم هو انه بوحده في الجلسه، بوحده في الجلسه. اذا كيف ما غنقول عاوتاني وغنضم الصوت ديالي كيف ما قالوا المحاميين المحترمين على انه هذا السيد هذا عنده ديالو كلشي ديالو، ما كاينش اللي يقدر يمنعه. حنا كنوصلوا، ماشي حنا تنجيو نتهموا الناس ولا كنتهموا هذا السيد، لا، حنا كنوصلوا الشيء، الاحداث اللي وقعات والاحداث اللي خطيره واللي خصهم يعرفوها الناس المسؤولين. هذه احداث وقعت، الناس المسؤولين خصهم يعرفوها، لحقاش كنسمعوا واحد الكلمه دائما على اننا حنا سواسيه امام القانون، كنسمعها دائما وكنامن بها، تنقول راه دائما حنا سواسيه قدام القانون، دائما تنقولها وتنقول لكم حتى في اللايف. اذا هنا كيبان لي على ان احنا ماشي سواسيه. السيد ما خصوش اصلا يقرب حتى للباب ديال المحكمه في ذاك الوقت متاخر. هنا غادي نقول على انه الامور واضحه وبدات كتوضح كيف ما قلت لكم في البدايه، وغادي نستمروا في طرح الاسئله حتى نلقاو الجواب، سؤال اليوم وغدا، السؤال اليوم وغدا، حتى نوصلوا للقمه ونعرفوا الجواب. والا ما كانش الجواب على الاقل ديروا حلالا على كل شيء، ما ديروش حلالا على البعض وحرام على الاخرين. نتمنى نكونوا فهمتوني، راه قلتها لكم جوج مرات. وهذا الخطاب هذا ماشي للمتابعين، الناس اللي هما يروجون لنا بلا ما نكمل. اذا من يحمي هذا السيد؟ وغادي نستمر معكم اخواني اخواتي ربما في المباشر ديال اليوم ان شاء الله، وغادي نهضروا على نقط اخرى. غادي نجيو لمساله توريط الدوله فيما يخص اخواني اخواتي قضيه المديني. هذه النقطه هذه بزاف الناس اللي ربما تا هما ما ردولهاش البال، كثر علينا داك الخطاب الدوله
نصبات نفسها مطالبه بحق مدني ضد المديمي، دارت محامي، دارت الدوله، دخلات على الخط، دارت هذه من قنوات ومن صفحات ومن كلكم سمعتوها اخواني اخواتي، ما تقولوا ما سمعناهاش. كلكم سمعتوا على انه الدوله المغربيه اللي هي بلادنا نصبت محامي كمطالبه بحق مدني فيما يخص مساله المدنيه في هذه القضيه ديال التقرير. كلشي سمعناها، كلشي روج ليها من الجانب اللي روجوا لاش للوثيقه، ماشي للتقرير. التقرير هضرنا عليه البارح، راه قلنا ماشي تقرير. هاد الناس قالوا الدوله عباد الله معاكم كتهضروا، واش الدوله دارت عينات محامي كينوب عليها وهو مطالب بحق مدني، الدوله دخلت وانتم تتقولوا؟ اذا هنا جا السؤال كذلك، لان ملي غنجي ندير فيديو خصني نهضر على نقاط اللي مهمه. جا السؤال كيقول الدوله دخلات محامي، خصنا نعرفوا قضيه واش المحامي دخل بالفعل ولا لا. فتفاجئنا اخواني اخواتي ما كايناش هذا الكلام. الدوله المغربيه لم تعين محامي ولم تنصب نفسها مطالبه بحق مدني. كذب، كذب وافتراء على الدوله المغربيه، كذب وافتراء على الدوله ما حنا تنهضروا عليها. واحد تيقول لك التقرير هذاك راه خائن وما عرف انفصالي، وواحد براسو كيورط الدوله في شي امور اللي ما كايناش. هادو كلهم داروا اصحاب صفحات واصحاب قنوات، تهضر معاهم يتقلقوا. قلتوا لينا الدوله دارت محامي، عينت نفسها طرف مدني. اذا هنا هذا اتهام كتضرب سميت الدوله. هذا الشيء هذا ما كاينش. اذا شنو كتعني هذه؟ شنو كتعني هذه الكلمه هذه؟ توريط الدوله فيما يخص مساله التقرير او في مساله او في قضيه المدينه. توريط، راه انت قلتي الدوله راه تصبات نفسها، مع ان الدوله لا. رجعوا معي اخواني اخواتي، قلت لكم البارح المدينه راه مغربي، والدوله المغربيه كتحمي ولاد المغرب. لم تنصب نفسها مطالبه بالحق المدني فيما يخص قضيه التقرير. ومن روج لهذا الكلام وهذه القضيه هذه فهو كاذب، كذب على الناس وكذب على الدوله، كيف ما كذبوا على المديمي وكيف ما كذبوا على بزاف ديال الناس ديالهم والمتابعين ديالهم. كيف ما كنقول، نتحداكم تعطيونا المحامي اللي نصبت الدوله. كاين اللي قال لك كاع محامي ديال الحرس الملكي، كيف ما سمعت عند السي السناوي الله يذكره بالخير في واحد المداخله البارح. عمري في حياتي سمعت محامي ديال الحرس الملكي. شوفوا الضحك، شوفوا التبهديله اللي وصلنا لها مع هاد الناس. شوفوا ربي جالس كيفضح فيهم نهار على نهار. خرجوا لنا مباشره الدوله عينات محامي مطالب حق مدني. عرفتي شنو هي الدوله باش توقف مطالب حق مدني في واحد من الشعب ولا واحد من ولاد الشعب؟ صعيبه هاد القضيه، راه صعيبه بزاف وخطيره في نفس الوقت. هما ما تعرفوش هادشي. شحط هذا توريط ديال الدوله في هذا الملف هذا، مع انه كيبقى ملف عادي قدام المحكمه. الشكايات كاين، المحكمه غتبت فيه. اش جاب الدوله الله اعلم، الله اعلم منين جابوا هاد الهضره هادي. ما شلنا دوله، ما شلنا محامي، ما شلنا مطالبين مدني، او ما شلنا مطالب مدنيه ديال الدوله المغربيه اللي هي بلادنا. لانه داك الدراري هو ولد المغرب، كيما انا ولد المغرب، كيف ما انت بنت المغرب، كيف ما الاخر، كيما حنا كامل ولد المغرب. اذا ما كاينش مطالب مدني. هذا كلام لا اساس له من الصحه اخواني اخواتي، اخواني اخواتي عفوا. وبالتالي كذب كيف ديما. وهادشي هذا ماشي غريب على هاد الناس هادو، لانهم ولفوا الكذوب، ولفوا التخرويض، ولفوا التلاعب. هادو شوف، هاد الناس اللي كيقولوا بحال هاد الكلام، هادو ناس اصلا يعني عايشين في واحد المستنقع ديال الفساد. عايش كيشموا من الفساد، كياكلوا من الفساد، كينفحوا من الفساد. كلشي فساد، فساد في فساد في فساد. دوك مساله الفساد والكذوب راه بحال 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 بحال، ما كاينش شي حاجه اللي غريبه. اذا هذه امور خطيره. ملي كنجيو حنا كندافعوا هنايا وتنقولوا عباد الله خليو عليكم البلاد وخليو عليكم، عندنا حق. راه عندنا حق، راه ماشي تنكذبوا. هذا راه ملف في القضاء، خليه في القضاء. واش كنضركم ملي تنعطيكم شي نقاط وتنبغيو نفهموا شي امور؟ عباد الله راه بغينا نعرفوا شكون اللي كيحمي هاد الناس والتلاعبات الخطيره اللي وقعت في هذا الملف. اليوم حنا كنجيو مره تنقولوا انتم كذبتوا على الدوله، بغيتوا تورطوا الدوله في ملف او في مساله قضيه المدينه.
الدولة لم تنصب نفسها مطالب الحق المدني. إذا إخواني أخواتي، الحكم لكم في الأول وفي الأخير. هاد الشيء هذا ولا واضح وباين، ومازال غادي يزيد يوضح، ومازال النقاط جايه، غير بشويه غادي نمشيو. لانه سكتنا شي شويه على شي حوايج، ماشي خوفا، وانما كنقولوا دي خليتها توضح الامور باش تكون واضحه الصوره. دابا الصوره ولات واضحه، الصوره ولات واضحه. اذا اخواني اخواتي، اعدكم على اننا ان شاء الله نتلاقاو في المباشر ديال اليوم الا قدرنا. الا ما كانش غنضرب لكم موعد كذلك فيما يخص هذه القضيه، لانه هذه القضيه غنبقاو تابعناها، وما غاديش نتعاتقوا مع القضيه ديال الوثيقه وديال المدينه حتى نشوفوا الحقيقه فين كاين. لانه في الاول وفي الاخر حنا مطالبون على اننا نطكيو على بلادنا ونهضروا على بلادنا ونوصلوا الحقيقه كامله اللي كينتظرها الجميع. تحياتي لمنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.